يا هلال أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا. سيدي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله بهذا رمضان المبارك ان شاء الله. اليوم تعرفت قدر الحاج سلام الزبيدي يجمع كل الطواف الموجود في محافظة ديالى. ناخذ من باب الامان في هذه المحافظة. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن في منطقة قاطون الرازي، وهذه المنطقة تقع غرب مركز المحافظة. هذه المنطقة الآن تشهد بالأمن والأمان والتعاون التام مع الأهالي بشكل لا محدود مع الأجهزة الأمنية، حيث فرضت الأجهزة الأمنية في هذه المنطقة استقرار واضح وملموس لدى الجميع. والدليل على هذا اليوم ستقام قائمة هذه اللعبة الشعبية في منطقة قاطون الرازي في هذا الملعب من كل المحافظة، من الأقضية والنواحي بهذه المنطقة. والدليل على أن هذه المنطقة مستقرة وآمنة، وهذا يرجع الفضل إلى الأخ الحاج سلام أبو كاظم، هو اللي موفر الأجواء الرمضانية الآمنة المستقرة. والآن المنطقة مستقرة وآمنة والحمد لله. وكما تشاهدون الآن الأجهزة الأمنية متواجدة في هذه المنطقة من قسم النجدة وأفواج الطوارئ والاستخبارات، وكل الأجهزة الأمنية هنا موجودة لخدمة المواطن لغرض توفير الأمن والأمان في هذه المنطقة. سيدي عزيز، بما انت مدير علاقات واعلام قيادة شرطة محافظة ديالى، وحسب تعليمات السيد معالي وزير الداخلية المحترم والسيدي وكيل وزارة شؤون الشرطة المحترم والتوجيه العالي من لدى قائد شرطة المحافظة، كذلك هو مكتب إدارة علاقات واعلام في وزارة الداخلية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم حضرنا حسب توجيه السيد قائد شرطة محافظة اللواء علاء غريب الزبيدي المحترم بحضور إلى منطقة القاطون الرازي برفقة القوات الأمنية المتمثلة في دوريات النجدة، والأخ مدير النجدة يرافقنا بهذه الجولة، وأيضا أفواج الطوارئ المتمثلة بفوج طوارئ ديالى الثالث، وأيضا قوة من حفظ القانون لحضور اللعبة الشهيرة في محافظة ديالى لعبة محيرس. حقيقة بجهود الأخ الحاج سلام الزبيدي كان له الدور الفعال في جمع ولم شمل أبناء محافظة ديالى في هذه المنطقة. تعرفون هذه المنطقة فيما سبق كانت تخضع للعصابات الإجرامية. اليوم الحمد لله فضل سواعد قواتنا الأمنية وأيضا تعاون الأهالي اليوم تشهد هذه المنطقة حضور كثيف، أيضا بها فعاليات أخرى من ضمنها كرة القدم، وأيضا مثل ما أسلفت لعبة المحيرس. اليوم نشد على أيدي الأخ سلام الزبيدي بهذه المبادرة الرائعة، واحنا إن شاء الله قواتنا الأمنية إيد بإيد مع أبناء منطقة القاطون الرازي لتوفير الأمن والأمان لهذه المنطقة الكريمة. شرعت بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية السيد وكيل شؤون الشرطة والسيد قائد شؤون ديالى، شرعت قطاعات قيادة شرطة ديالى لتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك. من ضمن هذه الخطة هي تأمين الفعاليات الرمضانية اللي مثل ما نلاحظ هنا منطقة القاطون هي لعبة المحيرس خلال هذا الشهر الفضيل من كل مناطق محافظة ديالى يجون هاي المنطقة، وأيضا من لهم الحماية وإلى ساعات متأخرة من الليل. الحمد لله والشكر دورياتنا مستمرة بتنفيذ الواجبات الموجودة ضمن القواطع كافة، ما سجلت عندنا أي حوادث ضمن قاطع المسؤولية. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وسلامك إن شاء الله. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم عليكم وعلينا، ونتشرف بوجودكم اليوم هنا بين أهلكم وناسكم. نشكر قيادة الشرطة ديالى المتمثلة بالسيد قائد الشرطة ديالى المحترم، والسيد معاون قائد الشرطة العميد مهند، والسيد عميد مدير النجدة العميد عامر، والعميد حميد مدير البلدة، ومدير اعلام شرطة محافظة ديالى. نشكركم على توفير الامن والامان للمواطن. ومثل ما تلاحظ استاذ اليوم هاي لعبة المحابس الرمضانية التراثية، اليوم جمعت جميع المناطق محافظة ديالى. هاي اللعبة استاذ عشاقها هواي، روادها هواي، واذا تشوف مثل ما شاهدت السادة الضباط اليوم الامن والامان يستتب بهاي منطقتنا العزيزة، منطقة قاطون الرازي. ومن هنا نوجه رسالة لكل محافظات العراق بأن ديالى شعب واحد ومنطقة واحدة، إذا كان بأهلها سنتها شيعتها. ما عندنا نوصل رسالة لكل المحافظات بأن لا توجد تفرقة بمحافظة ديالى بوجود القوات الأمنية. ودا شوف مثل ما تلاحظ استاذ اليوم شلون القوات الأمنية دعمتنا وساندتنا وحامتنا بهاي البطولة. واحنا من هنا من هاي المنطقة كوجهاء وشيوخ وجماهير كل هاي المنطقة وشباب نشكر كل القوات الأمنية التي ساهمت في حفظ الأمن والاستقرار وتوفير الحماية الكاملة لهاي اللعبة التراثية الرمضانية لعبة المحابس. نعم نشكر المساء. مرحب مرحب